دلوقتي شغلانه المبرمج اتغيرت للابد، لدرجه ان ربع الكود اللي بيتكتب في جوجل بقى بيتكتب بالذكاء الصناعي، والنسبه بتوصل ل 95% في الشركات الناشئه في سيليكون فالي. يعني 95% من الاكواد بقت تتكتب بالذكاء الصناعي. يعني المبرمج تقريبا ما بقاش يكتب كود خلاص، بقى بيقرا كود بس. وافضل اداه تساعدك تعمل اكواد بالذكاء الصناعي هي كورسر، ودي اللي هتعلمه في فيديو النهارده. اول حاجه هنفتح الموقع بتاع كورسر، وهنعمل داونلود لكورسر عادي. هينزل معانا وهتشغله زي برنامج بالظبط. اول ما تفتح في اول مره خالص هيقول لك اللي هو امبورت السيتنجز او الاعدادات بتاعه الاديتور اللي انت كنت شغال عليه قبل كده. يعني انت مثلا لو كنت شغال على فيجوال ستوديو كود، هيقول لك انا هامبورت الاعدادات بقى والباكجز والاكستنشنز وكل الحاجات اللي انت كنت منزلها هناك. فدي بتبقى حاجه جميله بحيث ان انت مش مضطر تعيد كل حاجه تاني. يعني اهم حاجه بقى في الكورس ده كله الكونتكست. يعني انا عاوز اقولها من البدايه خالص كده، الاي اي مهما كان الموديل جبار، لو مش عارف انت شغال بايه هيقترح عليك اقتراحات وحشه. فاول ما تفتح خالص هتفتح هنا، تخش على السيتنج، في حاجه اسمها رولز. الرولز دي انا بقول له انا شغال بايه، او انا بقول له انت تشتغل ازاي. حلو. وكورسر عندها كذا رول. اول حاجه الجنرال رول اللي هو ده. تمام. اجيب الجنرال رول منين؟ هفتح حاجه اسمها كورسر دايركتوري. لو دخلنا هنا مثلا اهو، هفتح كورسر دايركتوري، هلاقي رولز وهلاقي ام سي بيز. حلو. اخش على الرولز، هلاقي كل الرولز، يعني كل اللغات، رول لكل لغه. في رولز كتيره جدا، يعني فلاتر بقى، سي بلس بلس، كل اللي انت نفسك فيه. يعني عاوز اي حاجه، رياكت، فيو، حتى جيمنج من الباش سكريبت. لو عايز تكتب باش سكريبت يعني هتفتح مثلا، ولنفرض خلينا نفتح رياكت. تمام. خد اللي انت عاوزه انت اقراه، بس اهم حاجه هتلاقي حاجات رولز كتيره جدا. هتلاقي بقى مثلا رياكت بنكست، ورياكت لوحده، ومش عارف ايه، ورياكت مع راوتنج، ورياكت من غير راوتنج. خش اقرا كل واحد فيهم وخده، ممكن تاخده كوبي بيست في الرولز بتاعتها. طب انا مثلا ما عجبتنيش رولز، ممكن افتح ما عجبتنيش اي رولز منهم. هفتح مثلا شات جي بي تي. حلو. وهقول له ايه مثلا، رايت سيستم برومبت فور اي اي كود اسيستنت. تمام. ممكن اعيدها تاني. هو يكتب لك بشكل عام، انا عاوز الموضوع بشكل عام. دي واحده هتبقى ماشي. ماشي فورم ات تو من تين readability والسكيورتي والمن سيفيريتي. انا عاوز الكود بتاعي يبقى maintainable readable secure. هي دول اهم 3 حاجات انا بالنسبه لي هبقى مهتم بيهم. وزود مثلا specific program. انا ما حددتلوش هنا البروجرامينج لانجوج، انا هنا بس بشكل عام. تمام. دي الجنرال رولز، وات ايفر اللي هيكتبه ممكن تاخده كوبي بيست اهو. readability secure maintainability بالظبط، ممكن هنا تاخده كوبي بيست زي ما انت عاوز، وتيجي تحطه هنا في اليوزر رولز. ممكن تستخدم هنا كلود، يعني هو من الحاجات الجميله جدا، يمكن احسن حد في البروجرامينج. وتحط له نفس البرومبت وهيروح هيديك حاجات اقوى من دي شويه. المهم نرجع ل ايه فايده الرول. بقول له انت هتشتغل ازاي، فانا كده عملت الجنرال رول. الكورسر بيعمل ايه تاني؟ كورسر عنده حاجه اسمها كورسر رولز، ده بيبقى في الدايركتوري بتاع الفايلز. يعني المين دايركتوري. حلو. لازم تفتح كده مثلا كورسر رولز، وهنا تقول له مثلا انا شغال مثلا باكت، او انا شغال بجانجو، او انا شغال باي حاجه. قول له اللغه اللي انت شغال بيها. ده بيحصل ايه بقى؟ هو دلوقتي كل الاقتراحات اللي هيقترح عليها هيبقى جايب من الرولز دي، وجايبها من الجنرال رولز اللي احنا كنا شفناها في الرولز هنا. تمام. تاني حاجه، لما تيجي تطلب منه، احنا هنعمل بعد كده الايجنت بتاعنا والكلام ده كله. لما تيجي تشوف الايجنت، كل الايجنت هيبقى متجه واخد نفس الباث بتاع ده. ده بالنسبه للرولز. طب نخش على المودلز. بالنسبه لي انا بفضل المودلز اللي انا معلم عليها دي. كلود هو بالنسبه لي هو رقم 1 في البروجرامنج حاليا في 2000 ابريل 2025. دي الرولز اللي انت بتديك الاوبشنز. انت مثلا بعد كده هيبقى عندك هنا على اليمين بتختار سواء الايجنت او الموديل اللي انت عاوزه. هنا هتختار الموديل اللي انت عاوزه، فدي الاوبشنز دي تبقى جايه من هنا. انا لو عملت على كله هتلاقيهم كلهم موجودين. انا يا دوب عامل بس على شويه صغيرين اللي انا مهتم بيهم. تمام. ممكن نشوف موضوع ديب سيك ار1 وديب سيك في 3 دي لسه نازله، بالنسبه لنا كان عامله شغل حلو. جيميناي 2.5 الناس بتشكر فيه قوي، و1 و3 مين دول بالنسبه لي اهم حاجه. لو انت عندك الدنيا هتتغير فانت تبقى شوف مين افضل وعلم عليه. لو دخلنا هنا بقى على الرولز هننزل تحت خالص. تمام. هنلاقي في حاجه اسمها اد نيو رول. دي عباره عن رولز
بتستخدمها هنا جوه البرومبت او جوه الشات. وقتها ان شاء الله هنعمل واحده، بس دي مثلا انا ممكن ابقى شغال في بروجكت مثلا، ونفرض فرونت اند رياكت وباك اند جانجو، وحابب مثلا لغه ثالثه هشتغل بيها، فممكن اروح جاي مديله هنا رول، اكتب هنا رول مثلا بتاع ولنفرض لارفل او بتاع سي بلس بلس او بتاع اي حاجه، وانا ابقى عاوز في الشات امنشن الرول دي، بحيث انا عاوز الكود اللي هيطلع الكود ده يكون مختلف تماما عن اللي انا بستخدمه اصلا. فان شاء الله هنبقى هنعمل واحده هنا وفي المشروع اللي جاي يعني. نيجي لموضوع الشات، من اقوى الحاجات اللي في كورسر تقريبا بقت في كل الاديتورز اللي فيها اي الشات في كورسر بيشتغل عن طريق انك كنترول ال، تمام، ولو عملت كنترول اي بيشتغل على الايجنت. ايه الفرق بقى بين الايجنت والاسك والمانيوال والكلام ده كله؟ اول حاجه الايجنت ما هو الا ذكاء صناعي بس معاه ادوات، فمعاه ادوات يقرا ومعاه ادوات يكتب، معاه ادوات يدور في الفايل اللي عندك وهكذا، تمام. الاسك دي هتستخدمه لما انت عايز تسال حاجه في المشروع بتاعك، غالبا ده هتبقى قليل جدا، بس ممكن تخليه يشرح لك حاجه مثلا كود واحد زميلك كاتبه وانت مش فاهمه فتخليه يشرحه لك. الايجنت هو اقوى حاجه تقريبا بنسبه 98% انت تستخدمه. منزلين حاجه جميل بقى انك تعمل كاستم مود ان شاء الله، يعني شويه قدام كده لما نشرح الدنيا شويه هنعمل كام كاستم مود خاصين بينا، يعني بيني ده كاستم مود انا عامله. ايه تاني؟ انا ممكن اختار المودلز بتوعنا واختار هي انا عاوز اللي فيها بتدعم الريزنينج اللي هو الثينكينج ولا لا، ممكن تختار اللي انت عاوزه. ايه تاني بقى اللي ممكن الريفرنس، انت هنا ممكن تريفرنس اي، ودي اهم حاجه بقى، يعني اهم حاجه في الموضوع كله الكونتكست. كل ما تديله كونتكست كويس جدا كل ما يطلع لك النتائج كويس. ايه هو الكونتكست بقى؟ اول حاجه ممكن تبقى فايلات. الفايلات انا ممكن اعملها من الهاش، اللي هو انا عملت شباك مثلا، فاختار مثلا انا عاوز اقول له وانت بتطلع خد بالك انا عاوز ده يبقى معانا، يعني الفايل ده معانا عشان تشوف. من الحاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، انت مثلا بتعمل شغال في الام في سي مثلا، فانت شغال في الفيو وبتعمل اي فيو، فانت رحت ممكن تقول له ايه اعمل لي فيو بيعمل كذا 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 وتريفرنس الموديل، فهو عارف ايه الحاجات اللي هتجيله من الباك اند. او ممكن تروح مثلا تريفرنس الكنترولر اللي بتاع الفيو ده، فهو يبقى عارف بالظبط ايه الحاجات اللي هتجيله بالظبط. فدي من الحاجات الكويسه جدا، يعني انك هو طول ما تديله كونتكست كويس هتطلع منه اجابه روعه يعني. ايه تاني ممكن نعمله ريفرنس؟ ممكن بقى عن طريق الاد، فاهم؟ عندك بقى الفايل والفولدر، انت ممكن احنا الفايل هي فيها لوحدها شباك دي بتبقى خاص بيها، وبرده ممكن تريفرنس من هنا، ممكن تريفرنس فولدر كامل، ممكن تريفرنس سنيبت من الكود يعني كود صغير بس، ممكن الدوكيومنتيشن دي من الحاجات الجميله جدا، ممكن ريفرنس دوكيومنتيشن لو الذكاء الصناعي بيتجدد كل شويه، بس ممكن مثلا ريفرنس يبقى مثلا نازل لارفل او اي جانجو مثلا فيرجن جديده لسه نازله امبارح وانت عاوز تعمل كودنج بيها او عاوز تشتغل بيها وعاوزه يساعدك فيها، فانت هنا بتروح عامل حاطط الدوكيومنتيشن وتحط اد نيو وتحط الرابط بتاع الدوكيومنتيشن. بعد كده تريفرنس الدوكيومنتيشن ديت، هو لما يطلع كود هيطلع بناء على الفيرجن الجديده بتاعه الفريم ورك اللي انت شغال بيه، تمام. ممكن ريفرنس ايه كمان؟ ممكن تريفرنس جيت ريبوزيتوري كامل، ممكن تريفرنس كورسر رولز اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول. ده ممكن تروح تعمل رول ويبقى خلاص انت مثلا شغال في مشروع بشكل معين عاوز تمشي الشات ده يبقى ماشي بشكل مختلف، فممكن تروح تريفرنس رول بتاعه الشكل اللي انت عاوز تقوله. ممكن تريفرنس تيرمينال، دي من الحاجات الجميله جدا اللي بقى عندك ايرور مثلا، انت مثلا شغال بايرور وعاوز تاخد التيرمينال كامله كده بحيث الاي يشوف كل الايرورز بتاعتك مره واحده، فممكن تريفرنس تيرمينال معينه. لو انت فاتح تيرمينال هتبين هنا هيقول لك انت عاوز انهي تيرمينال وتحطها عندك. ممكن تريفرنس ايه تاني؟ ممكن تريفرنس الويب، انك تخليه يروح يسيرش اصلا، يعني انت ممكن تروح تقول له ايه كذا واعمل سيرش على الانترنت كمان. ممكن تريفرنس ايه تاني؟ ممكن تريفرنس ايمج بقى، يعني انت ممكن تروح جاي متك على ايمج ومطلع اي ايمج، وهو على فكره بيكفي يشوف الايمج دي جدا. يعني انت مثلا لما كنت تروح ويب سايت مثلا، حلو، اي شكل ويب سايت، وهاخد الويب سايت ماشي، هاخد ده كوبي مثلا، حلو، كوبي الايمج واروح اعمل كنترول في عادي جدا كده، هو لقط واقول له مثلا ميك ويب سايت لايك ذس، هتشوف بقى دلوقتي وهيروح يعدل في الكود عشان يعمل ويب سايت شبه اللي انا اديته له بالظبط. وعلى العموم احنا هنعمل ان شاء الله مشروع صغير كده فهنطبق فيه كل الحاجات دي كلها. خلينا نعمل مشروع من اول وجديد خالص. اول حاجه هتك على كنترول اي، تمام، هيفتح لي الايجنت بتاعي، اقول له مثلا انستول رياكت بس، مثلا خليه مثلا وستيلمنت سي اس اس، تمام. المود ده هيفرق جدا، حلو. في مود اللي هو الايجنت ده هيروح يكريت الفايلز، بس انت لازم توافق على كل ستيب هياخدها. دي انت فعلا تشتغل عليها في البرودكشن، يعني انت لو شغال برودكشن لازم تبقى شغال على الايجنت بالشكل ده. فخلينا نجربها. في مود تاني بقى انت بتدي له الكنترول كله وحتى مش بتوافق، هو بيشتغل كل حاجه وفي الاخر خالص بيديك رنه كده اللي هو خلص، يعني يطلع موسيقى كده اللي هو خلص. هنعملها برضو ان شاء الله. خلينا نبدا الاول. هو دلوقتي بقى ايه اللي بيعمله؟ بيقول لك هرن الكوماند ده، ايوه هرن الكوماند، اوكي،
يقول لك عاوز تايب سكريبت. اوكي. الكوماند، الميزه في الكوماند هي انها انتراكتيف، يعني انت عارف تتحكم في الموضوع لما تستخدم اليولو مود. المود اللي هو بيبقى هو اللي بيروح ينفذ كل حاجه. المود ده لحد ما خطر في البرودكشن، يعني بلاش تستخدمه خالص. ان لو انت مثلا بتجرب حاجه استخدمه براحتك، بس لو هنرن ده برضه. بس انت لو بتعمل حاجه فعلا برودكشن، هو ممكن يروح يغير فايلز وانت مش واخد بالك خالص، والفايلز دي تبوظ حاجات، ممكن يمسح فايلز، ممكن يعمل كل حاجه. اوكي، خلينا نرن كومنتس. حاجه برضه من الحاجات الجميله اللي هو مثلا بيشوف اي ايرور خلاص بيروح يصلحه. هنا هو عمل كاريت كل حاجه وانا عمالين بتفرج بس. عشان اكسبت. اوكي، هو بيقول لك اكسبت كمان، ماشي اوكي. حاجات التيل ويند، الاب دوت سكريبت، تمام. اوكي، يقول لك رن ام بي رن ديف. يلا خلينا نشوف ايه الدنيا. ماشي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب حلو، حصل في ايرور. هو كده شايف الايرور بتاعنا. دي ميزه بقى، انا ممكن اروح اقول له ايه، فيكس الايرور. انا حتى ما اعرفش الايرور ايه اصلا. حلو، فيكس الايرور. دي من الحاجات القويه جدا. وفي المستقبل باذن الله يعني هنعمل حاجه اسمها ام سي بي. الام سي بي هيقدر يشوف اللوجز بتاعه يعني دي واحده كده، يقدر يشوف اللوجز بتاعه البراوزر، بتاعه الكونسول، هنا يبقى شايف كل حاجه. ودي من الحاجات القويه اهي، براوزر ام سي بي ان شاء الله هنعملها يعني في فيديو لوحدها هنا. اوكي، تمام تمام. ام بي انستول. اوكي، عما يخلص بقى خلينا نخش مثلا نعدل شويه حاجات احنا، يبقى نكمل الدنيا بتاعتنا. افتح السورس، وافتح مثلا انتكس او المين. تمام. من الحاجات الكويسه برضو في كورسر، في حاجتين عاوزين نقولها. انا ممكن مثلا انا عاوز اغير دول الحتتين دول، يعني الجزء ده مثلا انا ممكن بدل ما اخده واحطه في الشات، لو انا عملت كنترول ال، الجزء اللي انا ظللته دوت يروح للشات. حلو. ممكن انا ببقى عاوز مثلا مش عاوز افتح الشات اصلا. انا هرن الكومنت ده بس. انا مش عاوز افتح الشات، ممكن ابقى اقفل الشات. حلو، خليني ابقى اقفله كده. وعاوز اغير الجزء ده من غير ما اشوفه يعني. فمثلا نفرض اخد الكارد دي مثلا كده، وعاوز اروح اقول له كنت هتك كنترول كي. تمام، هيفتح لي شات صغير كده جوه الايديتور نفسه، واقول له مثلا ميك ذس كارد مثلا ريد بس. اديله كده، فهو هيشوف حط الكلاس بتاع الريد وخلاص. هعمل اكسبت. ممكن تعمل اكسبت بكنترول انتر على طول بدل ما تروح تتك عليها. نفتح الشات بتاعنا. تمام، هو بيقول لي روح اعمل ام بي ران ديف. تقريبا عاوز يوافق برضه على ده. في حاجه عاوز يوافق عليها. تمام، خلينا نشوف ايه اللي هناك. نفتح في برضه مشكله. اوكي، انت هي الفكره بقى في كده، انك اي مشكله هتواجهها، هي دي كونسبت في الفايب كودينج. اي مشكله هتواجهها هتروح تخلي الاي اي برضه هو اللي يعملها لك. حته كمان برضه كنت عاوز اقولها، التيرمينال نفسها لو انت ناسي، لو اتكيت كنترول كي وانت جوه التيرمينال هتظهر لك الكوماند دي. حلو، انا مثلا انا ناسي كوماند معين، ولنفرض انا عاوز ليست all files مثلا in current directory مثلا. حلو، هو بيقول لك تك على داير بس هيعمل ليست. فانت بقى مثلا حاجات في الفريم ورك بتاعك، او حاجات تبع الباش سكريبت، او حاجات مثلا في الديفوبس، او وات ايفر، حاجات تبع اي دبليو اس. يعني ساعات برضه نحتاجها برضه في الاي دبليو اس، مثلا اي دبليو اس سي ال اي، تبقى انت ناسي حاجه، عاوز حد تجيب حاجه من اس 3، عاوز تفتح اي سي 2 من هنا اصلا، كله شغال معاك. اخر حاجه بقى الاوتو كومبليشن، هو بيبقى شايف انت بتعمل ايه. يعني مثلا بيبقى شايف انت ممكن تلاقيك نفسك مثلا عاوز اقول له سمول اي حاجه، فلاقيه بيكمل معاك عادي. بس انت لو عاوز مثلا يكمل معاك البرمجه بتاعتك، ممكن تروح جاي مديله مثلا كومنت، وتقول له مثلا ميثود مثلا تو دو مثلا اي حاجه، بتحط له الحاجه بتاعتك دي، هتلاقيه بيقترح الميثود بتاعتك تحت. مش هتستخدمها كتير دلوقتي يعني، بس ستيل لسه موجوده يعني، هتلاقيها مثلا اصلا في معظم الاديتورز دلوقتي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل مشروع بكورسر ونستخدم فيه كل حاجاته بقى، كل الفيتشرز بتاعته، وهنشوف السيتنجز كلها والدنيا كلها فيه. ما تنساش بقى تقول لي رايك في التعليقات، انت شايف كورسر من الحاجات القويه ولا لا يعني.